ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهارده هنعمل مكرونه بالبشاميل بس بالسجق. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. انا هنا حطيت بقى 3 معالق دقيق، عليهم 3 معالق سمنه. تمام. على حسب طبعا ايه الكميه اللي انت تعمليها. انا هعمل تقريبا اقل من نص كيلو مكرونه، ف مش هعمل بشاميل تقيل، يعني مش هعمله زي الكميه اللي انتوا متعودين عليها معايا. وانا هنا السجق انا مقطعاه وشوحته ببصلايه. تمام. وسايباه يتشوح على النار. وهنا بكمل البشاميل. تمام. هو اول ما الريحه بتاعته ما بتطلع خلاص انت كده بتصب اللبن. انزل بقى باللبن، طبعا اللبن ده بقشطه. هو تقريبا كيلو لبن. تمام. بقطعه جبنه نستون، وهنزل برشه ملح وفلفل اسمر. انا كده ايه هسيبها لما تتقل معانا، وانا حطيت لها معلقه قشطه. معلقه القشطه بتاعتها بتعزز الطعم جدا. بصوا بقى وانت بتقلبيها كده، بصي بتعمل البابلز دي كده، يعني ايه بتتقل معاكي ما شاء الله. تمام. فهنقفل عليها. انا هنا حطيت شويه بشاميل وقلبت المكرونه عليها. سامعين الصوت؟ بصوا الصوت ده بيغسلني من جوايا. تمام. هننقلها بقى. هنزل بقى، انا هنا حاطه في القعر بتاعي الصينيه بشاميل برضو، هنقل نصها. انزل بقى بالسجق، بسم الله. هنا بقى الجزء التاني عليه، وبتسويه برضو كويس بالبشاميل. بسم الله. ساوي بقى البشاميل في كل الفراغات. هنا بقى شويه قشطه على الوش كده. بصوا بقى هحط على الوش شويه جبنه رومي. تمام. هي كده جاهزه. هدخلها بقى على الفرن على درجه 180 لحد ما هي ما بتحمر من فوق، وبعد كده بقفل عليها. انا ما بحطهاش تحت الشوايه، انت مستعجله حطيها تحت الشوايه مفيش مشكله خالص. تمام. بقى طلعت اهي. طبعا الوش عامل كده من الجبنه والقشطه، طبعا عشان انا مش حاطه لها جبنه موتزاريلا، بس الريحه عايزه اقول لكم منها قلب الشقه حقيقي. هنقطعها بقى دلوقتي. حلاوه. بصوا انا عايزه اقول لكم انها مش لازقه الحمد لله. بصوا الجمال. حلاوه. بصوا القشطه الجمال. وبقى الحلاوه انا عايزاكم تحبوها معايا، طبعا احنا بنحبها بالكاتشب. بصوا الجمال. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.